عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة باش نعملوا الخبز المبسس. الخبز التونسي اللي نعملوه في العيد وفي كل المناسبات. وصفة سهلة وناجحة كما شفتوا. الخبز يجينا طري مفشش، يجينا معناها مبسس. تبعوا طريقة التحضير وإن شاء الله تجربوه وتعجبكم. بالنسبة لي أنا خبزتين كبار، عملت رطل سميد أرطب، رطل فرينة عظيمة، واحدة ياغورت طبيعي. وباش نعمل خميرة الخبز وخميرة الحلويات بطبيعة الحال. إذا مش متوفر عندكم الياغورت الطبيعي تستغنوا عليه وتعجنوا العجينة متاعكم بالحليب الدافي. نحنا لهنا باش نعجنوها بالماء خاطر حطينا فيها كعبة ياغورت. إذا كان الياغورت ماهوش متوفر تعجنوها بالحليب دافي، وبطبيعة الحال تخلوا العظيمة متاعكم. نخلطوا الفرينة والسميد مع بعضهم ونبدو نحطوا في المكونات متاعنا بشوية بشوية. كما شفتوا لهنا عملنا حفرة صغيرة في وسط الخليط نتاع الفرينة والسميد. حطينا العظيمة، حطينا كعبة يogurt. بكعبة اليogurt باش نكيل نصها زيت زيتونة ولا زيت نباتي، الزيت اللي انتم تحبذوه. يا حبذا يكون زيت زيتونة خاطر يعطي بنة وفي وحة معناها في الخبز، يزيد فيه معناها بنة على بنة. كما شفتوا لهنا حطينا العظم، حطينا الياغورت، نحطوا الزيت باش نحط شويه كركم، تقريبا نص مغرفه صغيره. اللي يحب اللون يكون اصفر شوي يحط مغرفه صغيره معبيه، ما تكثروش من الكركم خاطر من بعد راهو يبدلنا شويه في مطعم الخبز. وباش نحطوا الملح، وبطبيعه الحال انا لهنا نحط ديما باكو خميره حلويات خاطر يلعب لهنا دور المحسن متاع الخبز. بالنسبه لخميره الخبز عملت واحده خميره خبز، سواء معناها خميره فوريه ولا الخميره العربي اللي هي معناها تبدا خميره حيه كما يسموها. والملح بطبيعه الحال، وباش نعجنها بالماء يكون دافي ملذذ، معناها ماهوش بارد ماهوش سخون. بعد ما تلمت العجينه متاعي نحطوها على سطح العمل ونخدموها بطبيعه الحال. وكل مره نلقوها معنا مستحقه شويه ماء نزيدوا الماء ونعجنوا حتى لين تحصلوا على العجينه تكون طريه، القوام تاعها مزيان وشاده روحها مليح مليح. العجينه متاعنا لهنا كيما شفتوها حضرت عجناها بالكدا بالكدا، خليناها عجينه تكون طريه، ما تكونش معناها مكبوسه برشا وما تكونش مرخوفه بالكل. باش نحطوها تقريبا سويعه من زمان تخمر، يتضاعف الحجم متاعها بما انه توا الدنيا سخونه ما تطلبش برشا وقت. ومن بعد نرجعوا نكملوا الوصفه متاعنا. تعدت سويعة سويعة وربع هكاكا، العجينة متاعي ضعف الحجم متاعها كيما قلت لكم الدنيا سخونة ما تطلبش برشا وقت. شوية زيت باش نخرج العجينة من المصحفة اللي تخمرت فيها من غير ما تعاودوا تعجنوها كيما هي، تخرجوها وتحطوها على سطح العمل وتقسموها. انا لهنا باش نعملها خبزتين كبار، اذا كان باش تعملوا خبزات صغار تجيكم 4 خبزات صغار. كيما شفتوا العجينة قسمتها على زوز، شكلتها مليح مليح، ما عاودتش عجنتها جست لميتها لمين. العجينة متاعنا طرية ما شاء الله، معناها ما تستحقش حتى جهد. توا باش تحطوها على سطح العمل، على منديل، على اي حاجة، على صينية، على بلاتو كيما تحبوا. انا حطيتها على بابي كويسون عفوا باش ديريكت من بعد ندخلها للفور ندخلها للفور عفوا على البابي كويسون حاضرة باش. حطيت شوية زيت نحل الخبيزات متاعي، ومن بعد باش نغطيهم ونخليهم ربيع ساعة 20 دقيقة يعاودوا يرتاحوا ونشوفوا معناها الحجم متاعهم زيد شوية. وميمتو نسخنوا الفور متاعنا ونحضروا عظيمة معها شوية حليب نركضوهم ونحضروا أفاح الخبز. لهنا نسيت في وسط الفيديو ما قلت لكمش راهو تنجموا تفوحوا الخبز متاعكم وتحطوا فيه أفاح الخبز مع العجينة بطبيعة الحال للي يحب. للي ما يحبش يخلها للزينة من برا وكها.
بعد ما الخبز تنفخ شوية عم دهناه زيناه ونقبناه بالفرشيطة ولا بالسكينة. ولهنا أول خبيزة معانا حضرت. الفرن على 200 درجة خليته سخنته مليح وطابوا الخبزات في عقلهم. كما شفتوا البنة والهشاشة والريحة الفايحة ما نحكي لكمش. وباش تشوفوا لهنا قصيت معاكم الخبز كيفاش ما شاء الله من داخل ماهوش الخبز الملبد والا الخبز الني ولا يجي معبي بالبابة يوجع البطن. لا، خبز مفشفش بنين هشوش مبسس. حسيلو ان شاء الله تجربوا الريسيت وترجعوا لي في لي كومونتير. وبقى لي كنقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله عواشركم مبروكه، وان شاء الله تعيدوا وتعاودوا بالصحه وبالسلامه.